تشكل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تسريع التحول الرقمي الإطار المرجعي الذي نستند إليه لبناء تصور وطني شمولي يجعل من الذكاء الاصطناعي وسيلة في خدمة الإنسان وأداة لترسيخ السيادة الرقمية. في هذا الإطار نظمت الوزارة في فاتح وثاني شهر يوليوز الجاري المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بهدف فتح حوار معمق حول موقع الذكاء الاصطناعي في مستقبل السياسات العمومية في بلادنا. وقد شهدت المناظرة إقبالا كبيرا بحضور أكثر من 2000 مشارك ومهتم من داخل المغرب وخارجه، من مسؤولين حكوميين وخبراء دوليين وأكاديميين مرموقين وممثلي القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حيث شهدت على مدار يومين 14 حلقة نقاش بمشاركة 135 متحدثا من 35 بلد. وقد تم على هامش هذه المناظرة توقيع 9 اتفاقيات شراكة تهم في مجملها دعم الابتكار في مجالات التعليم والتشغيل والصحة والإدماج الرقمي في الوسط القروي وتعزيز البنيات التحتية الرقمية وإحداث مراكز البيانات. وتعتبر هذه المناظرة خطوة تأسيسية لخارطة طريق مغربية لهذا المجال الحيوي واستثمار إيجابياته وتدبير مخاطره، وذلك وفق رؤية مندمجة وأخلاقية وسيادية، حيث خلصت المناظرة إلى مجموعة من التوصيات في عدة مجالات أهمها استعمال الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الخدمات الصحية وتصميم محتويات تعليمية ذكية، وكذلك في مقاربة وصيانة البنيات التحتية الكبرى وتحسين حركة المرور وتعزيز النقل العمومي وتحسين تدبير الموارد الحيوية بما يضمن الأمن المائي والغذائي والطاقي. بناء مراكز بيانات متطورة مزودة بموارد حاسوبية قوية لدعم أبحاث وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكذا تقوية القدرات الوطنية في الأمن السيبراني عبر تطوير حلول ذكية لرصد تهديدات وتأمين البنيات الرقمية من المخاطر السيبرانية. اعتماد رؤية تهدف إلى التصدير لا للاستيراد لإنتاج حلول ذكية تدعم الاقتصاد الوطني من خلال تبني الذكاء الاصطناعي داخل العمليات الإنتاجية والخدمات للمقاولات الصغرى والمتوسطة الناشئة. إقامة شراكات استراتيجية مع مؤسسات أبحاث الذكاء الاصطناعي العالمية وشركات التكنولوجيا وتطوير مراكز أبحاث على المستوى الوطني والإفريقي. أما في مجال الإدارة العمومية فخلصت المناظرة إلى ضرورة تعميم استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء الخدمات الإدارية وتبسيط المساطير، تعزيز شفافية المعاملات في الفضائين العام والخاص، إدماج الذكاء الاصطناعي لتحليل مجموعات البيانات الضخمة وإحداث منصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتواصل وتحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة في هذا السياق أطلقت عدة مبادرات، منها إعداد قانون الإدارة الرقمية والذي سيتضمن أحكاما خاصة بالذكاء الاصطناعي ويأخذ بعين الاعتبار حماية المعطيات وأمن المعلومات. تطوير نموذج ذكاء اصطناعي توليدي يهدف إلى تبسيط المحتويات للمتلقي مثل معالجة الشكايات والاستفسارات عبر روبوتات الدردشة للشات بوت. ورغم أهمية الذكاء الاصطناعي في استثمار البيانات الكبرى وأتمتة العمليات المتكررة، فإنه لن يعوض كفاءة رأس المال البشري سواء بالقطاع العام أو الخاص، وإنما سيساهم في تمكينه من إنجاز مهامه بفعالية وشفافية ونجاعة أكثر. ولمواكبة هذه التحولات الرقمية ستعمل الوزارة على إعداد برنامج موسع للتكوين والتحسيس لفائدة الموظفين والمواطنين، وقد تم إطلاق برامج تكوينية مختلفة لفائدة الناشئة، منها تكوين المواهب الشابة من 8 إلى 18 سنة في مهارات الرقمنة والذكاء الاصطناعي. الأول على مستوى هيئات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سيستفيد منه حوالي 200 ألف شاب وشابة، والثاني يهدف إلى توفير ورشات تكوينية بمختلف جهات المملكة على مستوى دور الشباب، تكوين 1 مليون شاب وشابة مغاربة وأفارقة في الذكاء الاصطناعي في أفق 2030 بشراكة مع البنك الدولي. كما سيتم تعميم مراكز التميز معاهد الجزري في مختلف جهات المملكة لتطوير الحلول الرقمية المعززة بالذكاء الاصطناعي كجسور إقليمية بين البحث والابتكار والنظم المحلية، حيث سيتم في مرحلة أولى إنشاؤها في جهة قلميم ودنون وجهة الشرق بالناظور. وفي الأخير تبعا لأشغال وتوصيات المناظرة سيتم العمل على إعداد كتاب أبيض للذكاء الاصطناعي وإحداث مديرية عامة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة تعنى بمواكبة وتتبع مختلف هذه الأوراش.